السلام عليكم طلابنا الغاليين، طلاب الصف الاول الثانوي، عاملين ايه؟ انا عبد السلام الفتياني، والنهارده ان شاء الله اول درس ادب عندنا يا ابطال. خلونا الاول قبل ما نخش في الدرس كده نفهم يعني ايه فرع الادب. حضرتك طالب اولى ثانوي، لسه فرع الادب بالنسبه لحضرتك جديد، اول مره تدرسه. عارف يا صاحبي، احنا طبعا النحو عارفين انه مسؤول عن تشكيل الحرف الاخير. ايه بقى فرع الادب ده؟ عاوز مني ايه؟ بص يا صديقي، انا هضرب لك مثال بسيط خالص. انا دلوقتي لو شاعر والفت شعر دلوقتي حالا، وعملت مقارنه بشعري اللي انا لسه قايله حالا دوت، ان انا راجل بقى مؤلف، بشعر واحد قايل شعر من 100 سنه، هل الشعر بتاعي دلوقتي هيبقى شبه الراجل اللي مؤلف شعر من 100 سنه؟ اكيد لا. الظروف بتاعتي الاجتماعيه غير ظروفه الاجتماعيه. انا دلوقتي عندي سلم، هو ممكن من 100 سنه يكون عنده حرب، عنده ظروف معينه، عنده فقر، عنده تاثيرات معينه غير التاثيرات الحياتيه اللي انا عايش بيها. طب انا لو عملت مقارنه ما بين الشعر بتاعي دلوقتي الحالي وما بين الشعر بتاع واحد من 100 سنه وما بين شعر واحد من 500 سنه، ايه رايك؟ هيبقوا هما الثلاثه زي بعض، ولا انا هيبقى ليا شكل معين وطريقه معينه والفاظ معينه، وابو 100 سنه مختلف عني وابو 500 سنه مختلف عننا احنا الاثنين؟ هنا بقى دراسه الادب. يبقى تعريف الادب يا شباب سريعا كده هو دراسه التغيرات الفنيه، دراسه التغيرات الفنيه التي تدخل على فني القول في اللغه العربيه. ايه فني القول في اللغه العربيه؟ الشعر اللي هي الابيات المنظومه المقفاه اللي بتعبر عن عواطف الشاعر، اللي هي الابيات المقسمه اللي احنا متعودين عليها، او النثر. النثر دوت اللي هو شبه درس القراءه كده، الكلام المسطور الذي يعتمد على العقل، مقال معين، قصه وهكذا، اللي هو اسمه النثر. يبقى دراسه الادب، انت طالب في اولى ثانوي وعاوز تفهم يعني ايه ادب، الادب دوت يا صديقي هو بيدرس التغيرات الفنيه التي تدخل على فني القول في اللغه العربيه، الشعر والنثر على مر العصور. نبدا بقى من اول عصر بداوا يدونوا فيه الشعر. اول عصر بنسميه العصر الجاهلي. العصر الجاهلي ده قبل الاسلام بحوالي قرن ونص، حوالي 150 سنه. شوف احنا دلوقتي في سنه كام هجريا؟ ده بقى قبل صدور الاسلام او قبل ظهور الاسلام ب 150 سنه. طب وبعد كده بقى يعني الخطه الزمنيه بتاعتنا في منهجنا بندرس 3 مراحل، 3 عصور. العصر الجاهلي قبل الاسلام ب 150 سنه، ثم بندرس الشعر والنثر في عصر صدر الإسلام اللي هو وقت البعثة النبوية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشعراء اللي هيبقوا موجودين هناك في الوقت دوت أكيد ألفاظهم هتبقى مهذبة، هتبقى متأثرة بالقرآن، أكيد هيبقى فيه تغييرات في الشعر في الوقت ده عن الشعر في العصر الجاهلي قبل ظهور الإسلام. وكان فيه خمر، وكان فيه وقت بنات، وكان فيه عصبية قبلية، يعني كان كل واحد كده قافل على قبيلته بيعمل بقى الفواحش وحاجات زي كده. يبقى اكيد طبيعه العصر، الزمن لما يتغير، انا كشاعر ما انا عايش في الزمن هبقى متاثر بيه وبالفاظه وبالظروف المحيطه ليا، سواء بقى الحياه الاجتماعيه، الحياه الدينيه، الحياه السياسيه، كل دوت هياثر عليا انا كشاعر. يبقى انت يا طالب اولى ثانوي مطلوب من حضرتك في دراسه الادب، يعني دراسه التغيرات في الشعر والنثر، تعرف 3 محطات مهمين على مدار الترم الاول كله، وهنكمل في الترم الثاني. عندك يا فندم العصر الجاهلي، عندك عصر صدر الإسلام، ثم العصر الأموي. اتفقنا يا شباب؟ طيب تعالى بقى نسمي الله ونبدأ بالعصر الجاهلي. بسم الله. طيب خلينا نكبر كده. بسم الله، عاوزينها فول سكرين. بسم الله. بصوا بقى يا شباب، أنا دلوقتي علشان أبقى شاطر وأنا بدرس الأدب، خليني اقول لك يا عم ان دوت الشاعر اللي عايش في العصر الجاهلي اما يالف لي الشعر اللي هو الكلام الموزون المقفه، يعني ليه وزن وليه قافيه، القافيه ديت اللي هي النهايات الموحده، يا اما ده كده اهو بسم الله، ده وقعت قلم كل حصه حرفيا، سبحان الله. طيب مش همنتج الحته ديت، هخليها برضه. يبقى تاني يا شباب، انا دوت شاعر في العصر الجاهلي، اما يا شباب هيالف لي شعر خلاص، يا اما هيالف لي نثر. ايه النثر دوت؟ اللي هو بقى عامل زي درس القراءه كده، كلام مسطور. ويمكن انت من ثالثه اعدادي يمكن خدت دوت في رحمه ومحبه قاسم امين، رساله الى ولدي، تمام؟ يعني انت برضو درست الحاجه دي قبل كده، النثر دوت. اتفقنا؟ طيب يبقى انا كشاعر في العصر الجاهلي اما هالف شعر يا اما نثر. طب قبل ما اتعرف على الشعر وقبل ما اتعرف على النثر، تعال نشوف
ايه اللي بيشكل دماغ الراجل ده؟ الراجل ده كان دماغه فيها ايه؟ بيفكر في ايه؟ ايه الموضوعات اللي بيتكلم عنها اصلا؟ طيب تعالى بقى من واحده واحده كده تمهيدا نعرف ايه البيئه الزمنيه والاجتماعيه والمكانيه والدينيه والبيئه الادبيه. تعالى نعرف حياته، بيئته. يعني ايه يا مستر بيئه زمنيه؟ بيقول لك والله ما المقصود بالعصر الجاهلي ولماذا سمي بهذا العصر؟ هقول والله هي الفتره التي سبقت ظهور الاسلام بحوالي قرن ونصف تقريبا، يعني قبل الاسلام ب 150 سنه. طيب هو ليه اتسمى بالجاهلي؟ هم كانوا بصمجيه ما بيعرفوش يكتبوا ويقروا، كانوا جهله يعني علشان كده قلت جاهلي؟ لا يا فندم، العصر الجاهلي سمي بذلك الاسم نسبه الى الجهاله. الجهاله ديت هي فعل الشيء الخطأ عن عمد وعن إرادة وليس عن جهل بقبحه. يعني إيه؟ الناس اللي كانت بتشرب الخمر عارفة إن الخمر بيذهب العقل وبيعملوا فتن بعدها أو بيقتلوا بعض وبرضه بيشربوا الخمر. عارفين إن وقت البنات حاجة خطأ لأن الراجل اللي بيوقد بنته دوت كان هو جاي برضه من أمه، ولا إحنا لقيناه في جذع شجرة؟ لا، ما هو عارف إن الجنس البشري ده المفروض يكمل عشان الحياة تستمر، وعارف إنه بيوقد بنته دي حاجة غلط ولكن برضه بيعملها. ايا كان هو بيعملها ليه بقى؟ علشان كان بيخاف من القبائل التانية تيجي تغير عليه، يعني تحاربه وتذله وتاخد بناته، فهو كان بيريح دماغه ويوقدهم. طبعا الاسلام حرم ده كله يعني. المهم يبقى هو سمي بالعصر الجاهلي نسبة الى الجهالة، وهي فعل الشيء الخطأ عن عمد وعن اصرار وليس عن جهل بقبحه. يعني مش هو عارف، مش واخد باله ان ده غلط، لا هو عارف انه غلط وبيعمله. اتفقنا؟ اوعى تقول لي ان هم كانوا جهله. جهله ازاي يا ابني؟ ده احنا بندرس الشعر بتاعهم اهو اللي هم كتبوه. دول اصلا ناس اذكياء جدا لان هم اول من بداوا تدوين الشعر، وكانوا شعرهم بيدرس حتى الان اهو. يبقى ازاي كانوا بصمجيه وجهله؟ لا، كان عندهم جهاله. اتفقنا يا شباب؟ طيب يبقى تاني، يبقى لماذا سمي بهذا الاسم؟ قلنا نسبة إلى الجهالة، وهي فعل الشيء القبيح بعلم وإرادة وليس عن جهل بقبحه. بسم الله. السؤال اللي بعده البيئة المكانية. مستر هو الناس دي كانت عايشة في أنهي مكان؟ يعني كانوا عايشين في أمريكا؟ قال لك لا يا فندم، والله كانوا موجودين في، بيقول لي وضح موقع حدود البلاد العربية في العصر الجاهلي مبينا أقسامها. قلت لك موقعها تقع بلاد العرب في الجنوب الغربي من آسيا. حدودها اللي هي فين يا مستر؟ اللي هي شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. طيب بيقول لك بقى ايه حدودها؟ حدودها من الشمال فلسطين وسوريا والعراق، طب والجنوب المحيط الهندي، الشرق الخليج العربي، الغرب البحر الأحمر. مستر هو بيسألني وماله ما يسألني؟ لازم أي سؤال من دول يا جماعة سؤال امتحانات، ولازم تبقى أنت فاهمه وحافظه. اتفقنا؟ طيب ايه بقى يا مستر أقسامها؟ يعني شفت احنا مثلا موجودين هنا في القاهره، عندنا حاجه اسمها اسم الساحل، اسم رود الفرج، اسم الزاويه، اسم حدايق، اسم مدينه نصر، مش عارف اسم ايه، واخد بالك؟ يبقى احنا هناك برضو كان عندهم اقسام، 5 اقسام، 5 اماكن اساسيه. يلا نحفظهم مع بعض. حجاز تهامه، حجاز تهامه، حجاز تهامه، نجد واليمامه واليمن، نجد واليمامه واليمن. يلا حفظتهم؟ ايه هم 5 اقسام البيئه الجاهليه؟ حجاز تهامه نجد واليمامة واليمن. آخر مرة حجاز تهامة نجد واليمامة واليمن. مصر أنا بحفظهم ليه؟ قال لك يا فندم والله عشان لما هيجيبهم لي في أبيات شعر أبقى أنا عارف إن دي أسماء أماكن مش أسماء أكل مثلا بيتاكل ولا لبس بيتلبس. خلاص؟ يبقى أنت لازم تعرف الكلام ده كويس جدا. بسم الله. السؤال اللي بعده بيقول لك البيئة الاجتماعية كانوا عايشين مع بعض إزاي؟ قال لك والله البيئة الاجتماعية حبيب قلبي كانوا بينقسموا إلى طبقتين. الطبقة الأولى اللي هم الحضر وهم سكان مكة، اللي هم قاعدين أصحاب البلد، قاعدين أغنياء أثرياء ما عندهمش مشكلة في حاجة. وعندنا البدو. البدو دول يا شباب اللي هم كانوا بينتقلون ويرتحلون، كان الحل والترحال وبيسكنوا بقى في خيم الشعر في الصحراء وهكذا. يبقى بيقول الحضر وكانوا يعيشون في المدن مثل مكة. بسم الله. والبدو كانوا ينتقلون ويرتحلون. طيب بيقول لي الى ما يرجع اصل العرب؟ الدم بتاع العرب دول كده حاجه من اتنين، يا اما يبقى اصلك عدنانيون من العدنانيون اللي هم عرب الشمال نسبة إلى عدنان اللي هو ابن سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام، يا إما تبقى عدنانيين يا إما تبقى قحطانيين اللي هم عرب الجنوب نسبة إلى الجد الأكبر قحطان ويرجع نسلهم لسيدنا نوح عليه السلام. يبقى ده أصل العرب. خلي بالك هتشوف الكلمة ديت أو الكلمة ديت في بيت شعر ويقول لك هي بترمز لإيه؟ هقول له بترمز إلى أصول العرب. طيب بسم الله. يلا السؤال اللي بعده.
بسم الله بيقول لي ايه هي الصفات اللي اشتهر بها العرب في العصر الجاهلي؟ ايه الصفات؟ يعني هل مثلا كانوا يعني وحشين على طول، كان بخلة، ولا كانوا يا مصر عندهم صفات جميلة أكدها الإسلام يعني واظب عليها واستمر بها؟ منها العقيقة. لما كان طفل بيولد زمان قبل العصر الجاهلي كان بيعملوا له عقيقة، كانوا بيذبحوا وبيوزعوا اللحم على الناس والفقراء ويأكلوا بعض. الإسلام لما جه أقر هذا الفعل. ومنها سقاية الكعبة. خلينا طيب هنا في المنهج أذكر أبرز الصفات اللي اشتهر بيها العرب في العصر الجاهلي. الفروسية. الفروسية ديت اللي هي المبارزة بالسيف والقتال والانتصار. الفروسية، الشجاعة، الصبر، الكرم. كانوا كرمة جدا يا جماعة، ويمكن احنا في أول درس قراءة هناخد مثال للكرم، واحد اسمه أبو حاتم الطائي. حاتم الطائي ده يا جماعة أبو الكرم. هنعرف كان بيعمل إزاي وكان بيتصرف مع جيرانه إزاي وبيتصرف مع بنات القبيلة إزاي. ده أبو الكرم يا جماعة. طيب منازلة الأعداء يعني الانتصار. الوفاء، نجدة المستغيث يعني بينجدوا أي حد يجي يستغيث بيهم بيقفوا يعني برقبتهم كلهم، محدش بيقدر يجي جنبه. طيب ويمكن ديت برضه يا جماعة هنتكلم فيها شوية، إن هم برضه كان عندهم حاجة سلبية اسمها العصبية القبلية. أنت عارف لو قبيلته غلطانة برضه هو متعصب ليها جدا، المهم محدش يجي جنب قبيلته. وده برضه من الحاجات اللي الإسلام ظبطها عندهم شوية، إن بقى فيه مثلا زي قاضي يرجع له الامور، وبقى كل رئيس قبيله مسؤول انه يسلم المخطئ للراجل القاضي دوت الحاكم ان هو يتصرف معاه، مش بقى نقف وندافع عنه وهو غلطان. لا، دي اسمها عصبيه قبليه، وديت حرمها الاسلام. بيقول لي يا شباب بسم الله اذكر اهم المعارف. يعني ايه المعارف؟ يعني العلوم. ايه اهم معارف برع فيها العرب؟ هل كانوا شطار في الفيزياء والكيمياء في الوقت ده؟ قال لك لا، كان اهم المعارف اللي كانوا شطار فيها حاجتين. قال لك حاجه العلم بالانساب، والعلم بالانساب يعني عارفين بعض، يعرف ده نسب مين ابن مين ابن مين، ممكن يوصل لسيدنا ادم. شوف بقى، يعني هو عارف ناس شجره العيله كلها معاه، مش بتاعته بس، وبتاعت جيرانه وبتاعت قبيلته، كانوا عارفين بعض كويس جدا. يبقى ديت اسمها العلم بالانساب. تاني حاجه الفراسه. ايه الفراسه؟ ما انا لسه واخد فوق الفروسيه. الفروسيه دي اللي هي المنازله بالسيف. لا، قال لك الفراسه ديت يا صديقي هي معرفه الانسان واخلاقه من هيئته، يعني الاستدلال على اخلاق الانسان من هيئته وكلامه. كان زمان يقول لك تحدث حتى اراك، اول ما تتكلم كده اعرف انت علمك قد ايه، اخلاق قد ايه، يعني كان ايه مستوى لغتك، واخد بالك؟ كانوا ساعات يبعتوا ناس كده في الاسواق يبصوا على الناس يعرفوا ان ده من قبيله كذا وده من قبيله كذا، ده عربي ولا اعجمي، وهكذا، ده عدناني ولا قحطاني. طب ده اسمه ايه؟ اسمه الفراسه. يبقى هنا بيقول لي الفراسه هي الاستدلال بهيئه الانسان على اخلاقه وصفاته. والعلم بالانساب كانوا بيعرفوا نسب بعض. بسم الله. طيب نيجي هنا عند البيئة الدينية. الراجل الجاهلي دوت كان يعني معتقد بديانات ولا كان ايه ظروفه؟ قال لك بص، على الرغم من وجود الديانة او يعني الديانة اليهودية والنصرانية، بسم الله، يبقى عندي اليهودية والنصرانية بالرغم من وجودهم دي ديانات سماوية، قال لك يا فندم بقى كان معظم الناس عندهم بقى تشتت ديني وخلقي. تلاقي اللي بيعبد القمر، الشمس، الشجر، النار. تعرف بقى ده كان سبب كبير ان يساعد في انتشار الاسلام، اللي هو حكايه التشتت الديني والخلقي ده. يبقى احنا بنقول اليهوديه وانتشرت في اليمن والحجاز، النصرانيه انتشرت في اليمن ونجران وعرب الشام والعراق والحيره وطي ودومه الجندل، كان لها انتشار كبير جدا. بيقول لك عاش اهل الجزيره العربيه في فوضى دينيه. يعني ايه يا مستر فوضى دينيه؟ يعني ما كانوش اكثرهم على الديانات السماويه، امال كانوا اكثرهم يتخذون الهه متعدده زي ما قلنا، الشمس والقمر والاصنام والاوثان. كانت هذه الفوضى الدينيه من العوامل اللي مهدت لنجاح الدعوه الاسلاميه وانتشارها. الناس بقى اللي بتعبد حاجات مش مفهومه ديت، لما دعوه الاسلام جت وحدت الناس دي كلها تحت لواء واحد ورايه واحده، وهي الدين الاسلامي. طيب بسم الله. البيئة الأدبية. يعني ايه يا مستر أصلا البيئة الأدبية؟ مش أنا أدب دوت حبيب قلبي قلت لك يا شعر يا ناس؟ هم بقى البيئة الشعرية والنثرية اللي عندهم كانت عاملة إزاي؟ قال لك بص يا صاحبي، إيه الصورة اللي نقلها الأدب الجاهلي وعلى ما تدل؟ قال لك يا قلبي الأدب الشعر والنثر الجاهلي ده عمل معانا واجب كبير جدا، عرفنا حياة الناس الجاهليين دول،
عرفنا حياتهم بالتفصيل. لولا الشعر اللي احنا قرأناه ما كناش عرفنا حاجة عن حياتهم. يبقى هو بيقول لي نقل الأدب صورة صادقة للبيئة الجاهلية وكان سجلا لعادات العرب وأخلاقهم. يبقى الشعر والنثر كانوا عاملين زي المرآة اللي عكست لنا صورتهم وحياتهم كلها ونقلت لنا تفاصيل حياتهم. طيب وده يدل على ايه؟ يدل على ذكائهم، عشان لولا ان هم بدأوا يدونوا ويكتبوا في العصر الجاهلي ما كناش عرفنا عنهم حاجة. مستر هو العصر الجاهلي أول عصر يتألف فيه شعر؟ لأ، بس أول عصر يتكتب فيه شعر. طب ايه دليل حضرتك يا مستر ان يا حبيب قلب العصر الجاهلي احنا بندرس فيه اشعار قويه؟ مستحيل تكون دي البدايه بتاعت العرب، اكيد كان في عصور ضعف قبل كده علشان يوصلوا لعصور القوه ديت، فمستحيل الادب يبدا قوي قوي كده يعني. فالعصر الجاهلي الناس دي اذكياء جدا لان هم اول ناس بداوا يدونوا الشعر. يبقى يدل على ذكائهم وقدرتهم في هذا المجال وبراعتهم في الادب شعره ونثره. طيب ايه بقى يا مستر؟ ظهر عندهم حاجه اسمها الاسواق الادبيه. ايه الاسواق الادبيه دي يا حبيب قلبي؟ قال لك الاسواق الادبيه ديت اماكن ليها اوقات معلومه، تمام، بيتفق فيها الشعراء ان هم يتقابلوا في الوقت دوت ويبداوا يتبارون فيما بينهم بالشعر. كل قبيله تطلع واحد يتكلم باسمها وبلسانها ويقعدوا يتبارزوا في الشعر. يعني حد يقول بيت والتاني يرد عليه والناس واقفه بتتفرج والدنيا زحمه، وكانوا بيستنوا دوت من الوقت للتاني، واللي كان ينتصر واللي كان كلامه ابلغ هو يبقى سيد السوق، هو اللي يبقى منتصر في اليوم ده. يبقى ديت اسمها الاسواق الادبيه. زي ما احنا عندنا سوق خضار، سوق لحمه، سوق الحد، سوق الجمعه، هم كان عندهم زمان بقى اسواق العكاظ وذي المجنه وذي المجاز، ديت اسمها اسواق ادبيه. اسواق حضرموت كانوا يروحوا يتفرجوا على الشعراء وهم بيدسوا في بعض، كل واحد يقول بيت والتاني يرد عليه. يبقى الاسواق الادبيه اماكن يجتمع فيها الشعراء والخطباء والكتاب من قبائل العرب يتبارون فيما بينهم. اشهرها اسواق عكاظ وذو المجاز ودومه الجندل، الى جانب اسواق خيبر والحيره وحضرموت وصنعاء وغيرها، وكان لكل منها وقت معلوم تعقد فيه. طيب يلا بينا يا شباب سمات الادب بقى. احنا كده خلصنا حياتهم، احنا كده عرفنا حياة الانسان الجاهلي. ليه؟ علشان اعرف الراجل دوت كان بيفكر في ايه وهو بيألف لي شعر او بيألف لي نثر. عرفت الراجل دوت حياته الزمانية او الحياة ماشي الزمانية والمكانية والدينية والاجتماعية والأدبية. اتفقنا يا شباب؟ احنا كده عرفنا حياة الراجل ده. تعالى بقى ندرس الشعر. يلا بسم الله. بيقول لك سمات الادب، سمات يعني خصائص ومميزات. ايه مميزات الادب اللي هو الشعر والنثر في العصر الجاهلي؟ خلينا الاول ناخد يشتمل الادب على فني القول. واحد الشعر، تحت بقى النثر، ده في المحاضرة رقم 2 ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه النهارده. يبقى احنا بنقول الشعر. ايه هو الشعر اصلا؟ ايه مفهوم الشعر؟ قال لك الكلام الموزون المقفى. الكلام الموزون اللي ليه وزن وقافيه، قلنا القافيه هي نهايه الابيات كده اهو، الذي يصور به الشاعر عواطفه واحساسه معتمدا على موسيقى الكلمات ووزنها وعلى عنصري الخيال والعاطفه. بسم الله. هات الصفحه اللي بعدها. بيقول لك القصيدة الجاهلية لم تعرف وحدة الموضوع. يعني ايه؟ هل القصيدة الجاهلية يا جماعة، انا لو عندي قصيدة جاهلية اهو، هل كل ابياتها بتتكلم عن موضوع واحد؟ يعني انا مثلا دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه ده ممكن اقرا قصيده بتتكلم مثلا عن الام، ممكن اقرا قصيده بتتكلم مثلا عن الوطن، ممكن اقرا قصيده بتتكلم عن الصدق والصداقه. هل ده كان بيحصل في العصر الجاهلي؟ مستحيل. عمر ما القصيده الجاهليه عرفت وحده الموضوع، عمر ما قصيده اتكلمت عن موضوع واحد ابدا، تتعدد فيها الموضوعات. اشمعنى؟ لكثرة ما يقابله ويراه الإنسان الجاهلي قديما في الحل والترحال. كان كل ما يشوف حاجة يكتب عنها، شاف حيوان يكتب عنه، يوصف الرحلة، يكتب على الغرض الأساسي اللي هو عاوزه. كان لازم يبدأ بالوقوف على الأطلال. تعال بقى نتكلم في الحتة دي. يبقى أول نقطة اهو، هل القصيدة الجاهلية عرفت وحدة الموضوع ولا تعددت فيها الأغراض؟ هقول والله كان بناء القصيدة الجاهلية على النحو التالي. يعني أنا لو هكتب قصيدة لازم أبدأ أول شوية كده بحاجة اسمها وصف الدور، أو يعني البكاء على الأطلال. بسم الله. أكتب أهو، هو كده كده مكتوب هنا أهو، هقول وصف الأطلال أو الوقوف على الأطلال.
ايه يا مستر الوقوف على الاطلال؟ مقدمه غزليه طلاليه، كل ده في لغه الاختيارات تختاره. ليه يا مستر بيبدا بالوقوف على الاطلال؟ ايه اصلا الاطلال؟ الاطلال يا حبيب قلبي يعني بقايا ديار المحبوبه، كان الشاعر يقف على بقايا الديار. يعني ايه يا مستر يقف على بقايا الديار؟ زمان حبيب قلبي زي ما احنا عارفين كانوا مشهورين بالحل والترحال. انا شاعر وبكرش على مثلا جارتي، انا توكلت على الله سافرت ديت يعني بالجمل، يعني فيها شهرين 3 رايح شهرين 3 جاي، غير المده اللي انا هروح بقى هقعد فيها هناك عشان التجاره. فالموضوع كان بيطول معايا. طبعا مفيش بقى قالوا يا حبيبتي انتوا عاملين ايه واتصل وارن وعاكس، مفيش الكلام دوت. طب انا سافرت ورجعت ما لقيتش حبيبتي ولا لقيت الخيمه. يا نهار ابيض، دي سافرت، دي عزلت، دي مشيت هي كمان مع ابوها. طب راحوا فين؟ الله اعلم. كنت اقف بقى عند بقايا الديار واقعد اعيط. مكان الفحم مكانه مولعين، اللي هو خلاص اصلا الرمل تقريبا غطى الدنيا كلها، ما فيش حاجه باينه الا يعني بعض المعالم الصغيره اللي يدل ان كان هنا في خيمه. فاقف بقى، هي دي بقايا الديار، هي دي الاطلال. اقف بقى اعيط، اقول هنا كنا بنشرب قصب، هنا كنا بنجري ورا بعض، هنا كنت بضحك، وهنا كنت بعيط في الركن البعيد الهادي في نفس المكان في النادي. نقعد بقى نعيط على الاطلال. يبقى هي دي يا حبيب قلبي دوت. انت عارف حتى لو الشاعر ما كانش بيحب ولا كان يعرف حد، كان عشان يالف قصيده كان لازم يبدا بالوقوف على الاطلال، المقدمه الطلاليه. اتفقنا؟ طيب يبقى ده بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا بخش كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو عشان يخش يكتب شعر كان لازم يكتب مقدمه طلاليه. طيب ثم خلصت الحمد لله، ابدا اوصف ايه بقى؟ 2 3 كده، اوصف الرحله، اوصف الطريق، اوصف الحيوانات، اوصف حبيبتي، اوصف حيوانات الصحراء اللي انا بقابلها وانا بسافر. ابدا اوصف. خلصت اخش بقى كل سنه وانت طيب على الغرض الرئيسي للقصيده اصلا، اللي انا اصلا بالف القصيده علشانه. اما يبقى فخر. يعني ايه بقى فخر؟ يعني فخر ذاتي او فخر قبلي، بتكلم بضمير المتكلم انا ونحن، انا راجل بفتخر بنفسي وبفتخر بقابلتي. او ممكن اكون بعمل مدح ده يعني بمدح حد تاني وبشكره، او يعني بقى لاستجداء العطاء، يعني عشان يشوفني يديني حاجه بطبل لحد ولا حاجه، فده اسمه المدح. يبقى الفخر فخر ذاتي وقبلي، بفتخر بنفسي وبقومي وبقوتنا وبانتصاراتنا، لكن مدح بمدح حد تاني يمكن يديني فلوس ولا حاجه. طيب او هجاء يعني ذم وشتيمه، واحد مضايقني هقوم شاتمه. او رثاء. ايه الرثاء ده يا مستر؟ الرثاء ده يعني بعيط على موت حد حبيبي، رثاء يعني بكاء وحزن. اتفقنا؟ يبقى دوت الهدف الرئيسي او الغرض الرئيسي للقصيده. خلصت قد تختم بالحكم. اخر 2 3 كده يا شباب اكتب بقى حكمه، مثلا نتكلم عن حقيقه الحياه، هي اسمها الاختتام بالحكم. اختم ابياتي بحكمه كده بسيطه. يعني شفت النهايه بتاعت المسرحيه اللي لما تخلص ويا سلام الناس تسقف؟ هو بقى كان بعد ما يخلص الوقوف على الاطلال والوصف ويكتب في الغرض ايا كان الغرض بتاعه هو ايه، خلاص كان يختمها بالحكم. اتفقنا؟ طيب اتفقنا. يلا يا باشا تعالى هنا في سؤال مهم جدا. بسم الله. بيقول لحضرتك يا فندم لماذا تعد الاغراض في القصيده الواحده؟ لماذا تعددت؟ ليه كترت الاغراض؟ ليه ما كانش بيتكلم عن حاجه واحده؟ ليه كان بيتكلم عن حاجات كتير؟ احنا قلناها. بيقول لك لان حياه العربي كانت كلها بين الحل والترحال وعدم الاستقرار والحروب المتكرره، فهو يرى ويشاهد احداث واماكن متعدده، يكتب عن كل ما يراه ويشعر به. ما كانش بيكتب عن حاجه واحده، كل لما يفتكر يطلع الورقه والقلم ويكتب. قصيده كبيره طويله عريضه. اتفقنا؟ طيب بص بقى، القصيده اللي احنا الفناها دي الحمد لله الراجل الشاعر ربنا كرمه وكتب ايه؟ قصيده. كانوا بيسموها ايه بقى؟ نشيد؟ كانوا بيسموها نصوص؟ كانوا بيسموها محفوظات؟ كانوا بيسموها شعر؟ لا، كانوا بيسموها معلقات. يعني دي كده اسمها معلقه. يبقى هو هيجي يسالني ما هي المعلقات؟ هقول له افضل ما كتب من شعر في العصر الجاهلي، قصائد طوال من افضل ما كتب في العصر الجاهلي. عرفت يا صاحبي يعني ايه معلقه؟ هم زمان كانوا بيسموها معلقه. طب كانوا بيسموها معلقه ليه؟ اولا لانها بص تعلق بالاذهان، تعلق على ستائر الكعبه بعد كتابتها بماء الذهب وتتعلق كده على ستائر الكعبه.
تعلق على عمود الخيمه، تعلق على نحور النساء. نحور يعني الجيد، يعني رقبه النساء الحسان كالدرر. شفت لما حد يلبس كده سلسله واخرها ايه الكرسي؟ هم زمان كانوا بيلبسوا سلسله كده واخرها معلقه. يبقى هي يا حبيب قلبي اسمها معلقات. يبقى ما المعلقات ولماذا سميت المعلقات قصائد طوال؟ قيلت في العصر الجاهلي وتعد من اجود الشعر الجاهلي. تعددت الاراء في سبب تسميتها، ومنها علقت على استار الكعبه بعد كتابتها بماء الذهب، سريعه التعلق باذهان الناس فحفظوها، شبهت بعقود الدر اللي بتعلق على نحور النساء الحسان، يعني الجمال يعني. طيب مين بقى اصحاب المعلقات؟ بص يا قلبي، هم كانوا بيقولوا ان هم 10، كانوا بيقولوا ان هم 10 من اصحاب المعلقات. انا بدرس منهم 7. طب وفي 3 اللي هو النابغة الزبياني والأعشي. واحد اسمه عبيد بن الأبرص. طب مستر هم ال3 دول انا ليه مش بدرسهم؟ خلي بالك مهم عشان تبقى واخد بالك. ال3 دول يا شباب احنا استبعدناهم، نسب اليهم ما ليس شعرهم، فاحنا ريحنا دماغنا ما بندرسهمش. يا عم دول حراميه شعر، سميها كده مؤقتا لحد ما ناخد الحته دي بالتفصيل في ثانيه ثانوي. يبقى ال3 دول يا شباب احنا هنركنهم، النابغه الزبياني والاعشي وعبيد بن الابرص. طب انا ليه بقول اسمائهم دلوقتي؟ عشان لما تقول قال عبيد بن الابرص، قال النابغه الزبياني، قال الاعشي، افكر ان الراجل دوت جاهلي ولا صدر اسلام ولا اموي؟ لا، يبقى معايا في الجاهليه. اتفقنا؟ طب مين بقى ال7 يا صاحبي؟ هختم بالحته ديت كده سريعا. منهم اصحاب المعلقات اللي هو احسن شعر. قال لك 7. تعال نحفظهم كده الاول. اول اسماء برضو بحفظهم ليه؟ علشان لما يقول لي قال فلان ابقى انا فاهم ان الراجل دوت راجل جاهلي، عشان مع تقدم المنهج. يلا نحفظهم. امرؤ زهير، طرف لبيد، عمرو الحارث وعنترة. يلا نقولهم سوا. امرؤ لبيد، امرؤ زهير، طرف لبيد، عمرو الحارث وعنترة. تعال اقول لك بقى اسم واحد. امرؤ القيس. اتفقنا؟ طيب امرؤ القيس ده هقول سريعا كده، هو اول حد وصل كتب شعر، هو اقدم الشعراء اللي كتب معلقات. وامرؤ القيس ده كان ما بين قوسين كده اسمه الملك الضليل، الملك التايه. ليه؟ علشان ابوه طرده وهو صغير وحرمه من عيشه الملوكيه، لان ابوه ملك. في الاخر ابوه الراجل الظالم دوت بعد مرور الزمن القبائل اجتمعت وسفكت دمه قتلته. فالواد دوت لما عرف رجع ما عرفش ياخد طار ابوه. ليه؟ لان زمان لو كذا قبيله اجتمعت عشان يقتلوا واحد كان بيهدر دمه، زي ما كانوا عاوزين يعملوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كذا قبيله قال لك فلنأخذ من كل رجل قبيله. ليه؟ عشان كانوا خايفين من بني هاشم، يعني عشان يهدر دم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج منهم سالم. المهم يبقى امرؤ القيس سمي بالملك الضليل لان ابوه طرده وهو صغير وحرمه من عيشه الملوكيه، وبعد كده عرف ان ابوه مات فرجع ما عرفش ياخد حقه فاتجه للشرب واللهو، عشان كده اسمه الملك الضليل وامير الشعراء. روح هات لك حاجه تشربها، يلا هستناك. يلا بينا يا شباب، خلصنا كده قصه امرؤ القيس سريعا. انا ليه بحكيها لك؟ عشان لما يجي يالف ابيات وتسمع ابيات الشعر تبقى واخد بالك انت بتتعامل مع مين. امرؤ القيس هتعرف الكلام ده وانت بتحل. يبقى امرؤ القيس الملك الضليل وامير شعراء العصر الجاهلي. اتفقنا؟ طيب زهير بن ابي سلمى. مين هو زهير بن ابي سلمى؟ ده الراجل دوت اسمه زهير، جاي من الزهره يعني من شعر السلام. الراجل دوت يا جماعه كان بيحب السلام وبيذم الحرب، وهو اللي مدح السيدان اللي اصلحها ما بين قبيله عبس وقبيله زبيان. كان في قبيلتين كده عاملين مشاكل مع بعض، فاتنين راحوا يحلوا المشكله دي وحلوها فعلا. خلاص، فقام عم زهير بن ابي سلمى ده شكرهم، فمن هنا المعلقه بتاعته اتسمت انه شاعر السلام، لانه مدح السيدان اللذان اصلحا ما بين عبس وزبيان. اتفقنا؟ طيب بسم الله. ثم طرف بن العبد البكري. الواد دوت بسميه الغلام القتيل. ليه؟ لانه هو مات في سن صغيره، سن صغير يعني، بسبب ان واحد اسمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عمرو بن هند كان ملك الحيره، ده كان راجل ظالم. فالواد طرفه ده قام شتم، فقام عمرو بن هند بعت حد يقتله.
فاتسمى انه الغلام القتيل. طرف بن العبد ده الغلام القتيل، والواد دوت كان اشعر الشعراء ابن العشرين، يعني كان اشعر شاعر، كان صغير بس كان بيقول كلام جامد جدا محدش يقدر يقول زيه يعني. طيب لبيد بن ربيعه العامري، لبيد دوت يا جماعه راجل معمر مخضرم. يعني ايه شاعر مخضرم؟ يعني كان عايش اهو في العصر الجاهلي وحضر الاسلام وحضر النبي في عصر صدر الاسلام، ودخل الاسلام وحج وحفظ القران وحارب مع النبي وهاجر معاه من مكه للمدينه، عمل حاجات كتير. يبقى الراجل ده اسمه مخضرم علشان عاصر عصرين، العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام. اسمه لبيد بن ربيعه العامري. عنترة بن شداد طبعا ده صاحب القصه، بطل القصه بالفارس عنترة، وهنشوف بقى قصه حبه مع بنت عمه عبله، هنعرف ده بالتفصيل ان شاء الله. واصلا كتب القصيده علشان في واحد شتمه وعايره بسواد لونه وسواد لون امه، وان الواد عنترة ما بيكتبش الا مقطوعات صغيره في حب عبله بس، ما بيعرفش يكتب حاجه تاني. فيقوم الواد عنترة كاتب له بقى قصيده يجي 60 بيت بيرد عليها عن نفسه، وبيثبت له انه بيكتب في كل حاجه، وبيثبت له ان هو بيكتب اهو قصيده طويله، وتوعد له بالقتل. وفي الاخر عنتر بن شداد راح قتله بالفعل زي ما قال في القصيده بتاعته. طيب 6 الحارث بن حلزه اليشكري وعمرو ابن كلثوم، دول الاثنين مرتبطين ببعض كده، وهقول لك قصتهم سريعا برضو. خلاص احنا المفروض عارفين اسمائهم، بس قصتهم علشان لما يألفوا شعر، عشان دي حياتهم، لما يألفوا شعر تبقى انت فاهم الى حد ما الكلمات الالفاظ بتاعتهم. بص يا سيدي، قال لك عمرو بن كلثوم كان قائد لقبيله تغلب، والحارث بن حلزه اليشكري البكري دوت كان قائد لقبيله بكر. المهم يا جماعه قبيله تغلب وقبيله بكر وقعوا في بعض وحصل مشكله، فهم الاثنين راحوا يحتكموا عند الراجل الظالم اللي كان قاتل طرف بن العبد اللي هو اسمه عمرو بن هند. هما الاثنين وقفوا قدامه بقبيلتهم، فتغلب عينت عمرو بن كلثوم يتكلم على لسانها، وبكر عينت الحارث بن حلزه يقف ويتكلم على لسانهم. المهم يا جماعه المشكله بتاعتهم لو كانت اتعرضت قدام عيل صغير كان حكم ان قبيله تغلب وعمرو بن كلثوم هما اللي ليهم الحق يا جماعه. ولكن لما اتحكى لعمرو بن هند بما انه راجل ظالم، يقوم الحارث بن حلزه اليشكري مستغل ظلم عمرو بن هند ويكتب له معلقه اسمها المعلقه المرتجله، يعني اللي اتقالت في ساعتها، بيطبل قوي قوي لعمرو بن هند وبيمدحه وبيثني عليه بيمدح بيفتخر بنفسه وبقبيلته، وبيشتم تغلب وعمرو بن كلثوم. مين اللي الكلام جه على هواه والتطبيل عجبه قوي قوي؟ عمرو بن هند. القصيده المرتجله بتاعت الحارث بن حلزه خلت عمرو بن هند يحكم لمين؟ للحارث، ويظلم مين؟ عمرو بن كلثوم. طبعا يا جماعه قبيله تغلب كلها ماشيه زعلانه جدا. يقوم عمرو بن كلثوم عامل ايه؟ يقوم كاتب قصيده يشتم فيها عمرو بن هند ويشتم ويذم فيها قبيله بكر كلهم والحارث بن حلزه على راسهم كلهم. طب وبعدين يا جماعه، وقبيله تغلب كلها حفظت المعلقه وبدات تقولها في كل الاسواق. مين اللي سمع وزعل؟ عمرو بن هند. ده قتل طرف بن العبد قبل كده بسبب انه قال بيت شعر بيشتمه. تخيل بقى عمرو بن كلثوم اما الف قصيده بيشتم فيها عمرو بن هند والحارس وبيشتمهم كلهم. عمرو بن هند يا جماعه هيجيب صحابه ويقول لهم بقول لكم ايه، انا هقتل عمرو بن كلثوم. قالوا له بس يا عم خلي بالك ده من قبيله تغلب، ده صايع، هو انت مفكر انه على قد ايدك زي طرفه؟ قال لهم طب بقول لكم ايه، انا بقى هجيبه هنا عندي وهعمل معاه الاسوأ من ان اقتله، اني اذله واذل امه ليلى بنت المهلهل. مين ليلى بنت المهلهل دي يا جماعه؟ كانت من عقائل العرب، واحده تقيله جدا في قبيله تغلب، وكانت سيده وتحتها بقى جواري كتير، ويعني كانت سيده قويه جدا. المهم يا جماعه بنعرف ان عمرو بن هند بيعمل مكيده، عاوز يعمل ايه؟ عمرو بن هند راح عزم عمرو بن كلثوم، قال له بص يا عمرو بن كلثوم تعالى يا عم انا هصالحك وراضيك، وهات يا عم انت واسرتك، تعالى يا عم انت وامك ليلى بنت المهلهل، وتعالوا عندنا في القبيله واحنا هنضيفكم وايه نتصالح وبتاع.
ماشي خلاص، عمرو بن كلثوم ما اداش خيانه وجاي هو وامه والقبيله وجايين يقعدوا مع بعض. اتاري الواد عمرو بن هند معرف امه، قال لها ياما انا هجيب لك ليلى بنت المهلهل تذليها وتكسري نفسها وتشغليها عندك وسط الجواري، تزعقي لها كده وتكسري نفسها، نبقى احنا علمنا عليهم وذليناها عندنا في القبيله. قالت له ماشي يا ابني ابعتها لي وربنا يقدرني على فعل الخير. المهم عمرو بن كلثوم جاي هو وامه، دخلوا عمرو بن هند استقبلهم، الرجاله قعدت مع الرجاله وليلى بنت المهلهل داخله مع الحريم. مين اللي هيستقبل ليلى بنت المهلهل؟ ام عمرو بن هند. قالت لها اقعدي يا ليلى، اتفضلي يا حبيبتي. وهم قاعدين كده تقوم ام عمرو بن هند قايله ليلى بنت المهلهل، ليلى بنت المهلهل كده ضيفه المفروض قاعده وتحتها الجواري وقاعده بقى المفروض ضيفه ما تعملش حاجه، تقوم ام عمرو بن هند تقول لها ايه؟ ما تناولي لي الصحن ده يا ليلى، بطريقه كده يعني فظه وشديده. فليلى بنت المهلهل ما يعجبهاش الكلام ده، يعني انا ضيفه وجايالك وتحت جواري وخدم وانت تحت الجواري وخدم، تطلبي مني انا؟ طب ما تطلبي من اي جاريه. فهي ليلى بنت المهلهل ما حسيتش الموضوع بسلكان كده، حست ان الوليه العقربه ام عمرو بن هند كده كانها يعني بتقسو عليها في الكلام. فليلى بنت المهلهل مش هتوقع نفسها في غلط وهتقول لها فلتقم صاحبه الشيء وتحضره. قوم انت يا اختي هاتي لنفسك، انت ما تشلتيش، انت كلتي وتقلتي. طب المهم ام عمرو بن كلثوم، ام عمرو بن هند الراجل الظالم ده هتقوم قايله ليلى بنت المهلهل للمره الثانيه ناوليني القدح يا ليلى، ما تناوليني الطبق يا وليه. فليلى بنت المهلهل اللهم اخزيك يا شيطان، فلتقم صاحبه الشيء وتحضره. قوم انت يا وليه هات، انت ما تشلتيش. في المره الثالثه ام عمرو بن هند بتؤمر ليلى بنت المهلهل وبتقول لي ناوليني الطبق القدح. قامت بقى الثانيه ليلى بنت المهلهل لما الصوت عالي وهي ضيفه وده ما يصحش، قامت قايمه وقامت قايله وذلاه وذلاه. مين اللي سمع امه؟ ليلى بتقول وذلاه عم عمرو بن كلثوم. يوم عمرو بن كلثوم وهو قاعد بره مع الرجاله يطلع سيفه ويقتل عمرو بن هند ويبقى ريحنا منه ومن اذاه ومن ظلمه. يا نهار ابيض، كأن انا رحت انا ووالدتي مشوار، والدتي قالت وذلاه، قمت انا مطلع الطبنجه وموتت كل الرجاله اللي قاعدين معايا اللي هم مستضيفيننا. يعني ده بالظبط اللي حصل. طيب خلينا نكمل. يبقى يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده صدقني هيفرق معاك جدا وانت بتقرا ابيات الشعر، تبقى عارف الناس دي بتفكر في ايه اللي بيدور في حياتهم. الكلام ده هيفرق معاك جدا وهيلم معاك درجات صدقني، وهنشوف ده تحت. بص بقى يا صاحبي، طيب انا عاوز امسح الحته ديت لان السؤال ده غايه في الاهميه. بسم الله. ماشي صغر سيكه، هات يا باشا الاستيكه. حلو، صغر سيكه هات الاستيكه. شعر بقى وادب وبتاع، اتفقنا. هو مش عاوز يمسح؟ اوكي، الله، 100. طيب لحظات وهنرجع لحضراتكم يا فندم. عطل فني زي ما انتم شايفين كده اتشقلبت. بعد ما صلحنا العطل الفني يلا بينا بسم الله. هنا يا شباب بقى بقول لحضرتك السؤال السادس ده جامد جدا جدا جدا. بيقول لك وضح سمات الشعر الجاهلي من حيث معانيه واخيرته والفاظه واساليبه. بص يا صاحبي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سمات يا ولا يعني مميزات. انت عارف السؤال ده بيجي ازاي؟ والله انا دايما بشوف وضع السؤال بيخوفك يلا بالسؤال ده، مع انه هو بسيط ويعني واضح بحت كده ومش عاوز منك اي تفكير. انت عارف بيعمل ايه؟ بيقوم جايب لك يلا بيت شعر ما تعرفش تقراه. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علم. يا رب ان كان هذا سحرا فاصرفه. بيقول لك بيت شعر يا واد ما حصلش بجد، تقيل رخم، ويقوم قايل لك وضح من خلال البيت سمات ومميزات الشعر الجاهلي من حيث المعاني. اجابته ثابته. تقول لي المعاني واضحه وسهله. مستر معاني ايه واضحه وسهله؟ ده انا مش عارف اقراه. قلبي انا ما باخدش رايك، انا بعرف السمات والمميزات اللي اشتهر بها شعر العرب. يبقى انا عاوز بقى هنا اقول لك احفظ يا قلبي السمات من حيث المعاني. تقول لي الله جميله ما حصلتش، واضحه وقليله التأنق يعني المبالغه، قليله التأنق في ترتيبها. طب الخيال
الاجابه دي هتبقى ثابته مهما كان البيت ايه، واحنا بنحل تحت هنشوف. الخيال تقول لي التشابيه طريفه والاستعارات جميله. التشابيه بيشبه حاجات جميله بحاجات جميله جدا، والاستعاره يعني الخيال رائع. يا الله عليك يا فنان. طب والالفاظ يا مستر؟ ده انا الالفاظ والله ما عارف اقراها. قلبي قول لي الالفاظ، جوده استخدام الالفاظ في معانيها الموضوعه لها، كل كلمه محطوطه في مكانها. القصد في استعمال الفاظ المجاز يعني كلامه مناسب جدا للموقف. عدم تعمد استخدام المحسنات البديعيه، دي هنعرفها كده مع البلاغه. المحسنات البديعيه يعني الكلمه وعكسها، الكلمه وعكسها، الكلمه وعكسها. لا، ما كانش بيعمل كده علشان القارئ ما يحسش بملل. طب والاساليب، اسلوب الكلام بيقول لك بيعتمد على الايجاز، ما بيحبش الاطاله، ما بيحبش الاطناب. اطناب يعني رغي واطاله. يبقى الاساليب يفضل الايجاز الا اذا ادعت الحال. يعني لو عاوز يزود في وصف حاجه معينه نادر جدا انه يعمل كده، لكن طبيعه الاسلوب بتاعه يفضل الايجاز والاختصار. طيب بسم الله، يلا السؤال ده يا جماعه بصمجه ايا كان البيت اللي هيجي لك ويقول لك وضح سمات الشعر من حيث المعاني، تقول لي واضحه. الاخيره تشابيه طريفه والاستعارات جميله. الالفاظ جوده استعمال الالفاظ. الاساليب يفضل الايجاز. بصمج يا صاحبي ده بجد لازم تبقى حافظه زي اسمك. بسم الله كده بقى يا باشا التدريبات. يلا يا قلبي. اولا الشعر، اقرأ الابيات الاتيه ثم اجب عن الاسئله. دي كده يا جماعه ارض الواقع. سؤال الادب بيجي كده. عاوزك يا واد تبقى ضامن سؤال الادب ده في جيبك يا ولد. بيقول لك عوج قال امرؤ القيس، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. امرؤ القيس دوت اللي هو كان شعراء المعلقات الجاهلي. بيقول لك عوجا يعني تعالى نعدي كده على الطلل، الحق دوت كده الوقوف على الاطلال اهو، بقايا ديار المحبوبه. المحيل يعني اللي جنبنا، لعلنا يمكن نبكي الديار، نعيط على بقايا الديار كما بكى ابن خزام. الحق امرؤ القيس بيقول تعالوا يا اصحابي، بص حديث الصاحبين، عوجا على الطلل المحيل لعلنا، تعالوا كده يمكن نعيط على بقايا ديار حبيبتي زي ما ابن خزام عيط. خلي بالك مستر، هو انا عندي صعوبه في قراءه البيت والمعاني. انا رافع من على حضرتك الحرج، انت لسه طالع يا قلبي من ثالثه اعدادي فده طبيعي، ولكن بقى مع الوقت والاستمرار الكلمه اللي تقابلك اعرف معناها علشان هتقابلك تاني، لان دي الالفاظ اللي هم كانوا بيقولوها زمان. يعني مثلا تخيل انا كده من 50 سنه قعدت مع الراجل ابو 50 سنه وقلت له يا سلام على الستوري والفيس والواتس ومش عارف ايه، هيقول لي ايه والريلزات، ويقول لي ايه يا عم انت بتقول سحر ده ولا ايه اللي انت بتقوله ده؟ ليه؟ لان دي مش ثقافته، ما كانش يعرف الكلام ده، لكن دلوقتي هي دي لغه العصر. فهمت انا عاوز اقول لك ايه؟ فزمان في العصر الجاهلي كان ليهم لغه معينه، كلمات بيستخدموها كتير، فانت مع الوقت هتتعود على لغتهم. مش طالب منك انك من اول مره تبقى شاطر في الادب كله، لا يا قلبي اتدرب. اهم حاجه الكلمه اللي تقف قدامك انا هعرفك معناها، اوعى تنساها عشان هتشوفها تاني وتالت وعاشر ومليون. هو ده الفرق ما بينك وما بين اللي هيكبر دماغه. طيب بص بقى السؤال، بيقول لك يقال اول من بكى الديار، اول واحد عيط على الديار، اول واحد الف بكاء على الديار هو امرؤ القيس. هل المقوله دي صح ولا لا؟ قلبي انا قلت لك امرؤ القيس هو اقدم الشعراء اللي دونوا. هل امرؤ القيس كان اول واحد الف شعر، اول واحد وقف على الاطلال؟ لا. يبقى صحه المقوله دي هقول المقوله خاطئه. طب ايه الدليل؟ الدليل اللي بيقول لهم تعالوا نعيط على بقايا حبيبتي يمكن نبقى عياطنا او وقوفنا على الاطلال زي ما بكى ابن خزام. يبقى ابن خزام ده استاذ له وقدوه له وعاوز يقلده. امرؤ القيس اول واحد نعرفه عاوز يقلد واحد ابن خزام اسمه ابن خزام. طب مين هو ابن خزام؟ لم يرد الينا اي شعر له. يبقى هل امرؤ القيس اول واحد الف شعر؟ لا. الدليل ان هو بلسانه بيقول لك تعالوا نعيط على بقايا الديار زي ما عيط ابن خزام. يبقى ابن خزام ده اكيد واحد قبله وقدوه لهم وبيتعلموا منه. يبقى هل امرؤ القيس اول واحد بكى الديار؟ لا. الدليل انه يريد ان يصبح شعره مثل استاذه ابن خزام. اتفقنا؟
ماشي يلا بينا بسم الله. بيقول لي عمرو بن كلثوم، ده الراجل الصايع بتاع المعلقات اهو، الراجل اللي قتل عمرو بن هند، الراجل المخلص ده. بيقول لك ونشرب ان وردنا الماء صفوا، احنا بنشرب الميه صافيه. ايه ده بيفتخر بنفسه، ده فخر. ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، غيرنا بيشرب الميه معكره ومطينه. الا لا يجهلن احد علينا، محدش يجهل علينا. يجهل يعني جاء من الجهاله، يعني محدش يعمل معانا الخطا وهو عارف انه خطا. ما هو ده تعريف الجهاله، هو فعل الشيء الخطا عن عمد وعن اراده. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، اللي هيستعبط علينا هنستعبط عليه احنا كمان. طب بيقول لك ميز الغرض الشعري اللي بيمثله البيتان، طبعا هقول الفخر. استنتج من البيتين سر تسميه العصر الجاهلي بهذا الاسم. بص بقى يا قلبي، لو انا مش فاهم البيتين، لو انا ما شرحتلهملكش وانت جيت السؤال بيقول لك ايه سر تسميه العصر الجاهلي بهذا الاسم، اقول نسبه الى الجهاله اللي انا اصلا حافظها بقى من فوق، وهي فعل الشيء الخطا عن عمد وعن جهاله. بيقول لك مدللا على ما تقول لما قال لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، او ممكن اكتفي فنجهل فوق جهل الجاهلين. بيقول لك اديني دليل على كده. طيب قال الأعشي الكبير. ايه ده الأعشي؟ انا سمعت اسمه فين؟ النابغة الزبياني والأعشي وعبيد بن الأبرز، ده من الثلاثة اللي احنا استبعدناهم ما بندرسهمش. طيب وقد طفت للمال آفاقه، انا رحت طفت يعني كنت بطوف كده بلف الدنيا للمال، يبقى الراجل ده كان بسبب الفلوس بيدور على الفلوس في كل مكان. آفاقه رحت كل حتة، عمان وحمص اورشليم دي اسماء اماكن. رحت للنجاشي في ارضه، النجاشي ده كان ملك، وارض النبيط وارض العجم، يعني رحت الفرس وفارس، رحت كل حته. الم ترى الحضر؟ ايه ده؟ هو الراجل ده لما يقول انا رحت هنا وهنا وهنا وهنا، هل الراجل ده كده من سكان من البيئه اللي هي الحضريه اللي هم كانوا سكان مكه اللي قاعدين، ولا راجل عمال يتنقل من مكان لمكان؟ يعني الراجل دوت كده راجل بدوي. بص بقى وهو بيحقد على بتوع الحضر، هو الراجل ده بدوي عشان بيتنقل ويرتحل، بيسافر كتير اهو زي ما هو قال. بص بقى وهو بيحقد على بتوع الحضر بيقول ايه؟ هو انت الم ترى الحضر اذ اهله بنعمه وهل خالد من نعمي؟ انت مش شايف الناس بتوع الحضر قاعدين في بيوتهم وبيجي لهم فلوس وبس ما فيش حاجه يا ابني دايما؟ لما يجي يسالني بيقول لي استنتج من الابيات غايه بعض الشعراء من الشعر. بيقول لك جمع المال ولا تنقل ولا مدح الملوك ولا نيل الشهره؟ هو قال لك للمال، يبقى انا هقول جمع المال. بيقول لي استنتج من الابيات اقسام البيئه الجاهليه اللي عاش فيها العرب. انا لو مش عارف الابيات، ده سؤال ثابت فوق انا حافظه، هقول له والله الحضر اللي هم سكان مكه، والبدو اللي هم سكان الصحراء ينتقلون ويرتحلون الى اي البيئتين الاجتماعيين ينتمي هذا الشاعر، هقول له البدو. دلل على ما تقول انه سافر الى اماكن كثيره منها عمان وحمص واورشليم. طيب قال اسعد الكامل، ماله عاوز ايه اسعد الكامل؟ تعال نشوف. بص يا ولد بيقول لك سلي تخبري، اسالي هتعرفي، اسالي حد هيخبرك عن كل محض الشمائل وعن كل فياض اليدين. فياض اليدين يعني ايده كده بتنفق، ايده بتنفق، فياض يعني ايده جايه من الفضل والكرم. فياض اليدين مقاتل، يعني كرمه، وعندنا مقاتلين شجعان. وسيري أريكي، تعالي نمشي هوريكي الملك أو تنظرينه بيمينك إرثا في صميم المقاول، يعني وانت ماشية كده يمين وشمال هتلاقي قصورنا وبيوتنا. أريكي ذرى قحطان. إيه ده؟ قحطان بيفكرني بإيه وأنا حافظ؟ أصول العرب عدنانيين وقحطانيين، يبقى الراجل ده من قحطان، من بني قحطان. قحطان اللي هم عرب الجنوب نسبة إلى جدهم الأكبر قحطان، حيث ابتنى لها أبوها قصورا حكمت بالجنادل. تعالى يقول لك حدد من الأبيات سمتين من السمات الشخصية، يعني من الصفات بتاعتهم. هل هنا دل على انه ذكاء ولا على الكرم ولا على ايه بالظبط؟ بيقول لك الوفاء والشجاعه ولا صبر ووفاء ولا كرم ونزله الاعداء ولا نجده المستغيث؟ انا لاحظت ان هو بيقول لي فياض اليدين يعني كرم، ومقاتل يعني منازله الاعداء، يبقى جيم هي الاجابه صحيحه 100%. بيقول لك ما دليله قحطان، ما دلاله كلمه قحطان فيما يتعلق بالعرب؟ هقول هم اصل العرب القحطانيين نسبة إلى الجد الأكبر قحطان،
يرجع نسله لسيدنا نوح. طيب بسم الله، يلا احنا كده خلصنا الشرح، صدقني ده شرح كافي وافي. احنا بنحل دلوقتي تدريبات كتاب الامتحان، وجوه القاعه عندي بحل بقى تدريبات الشامله من عده مصادر، يعني انت هتستفاد من هنا وهتستفاد من كتاب الشرح ان شاء الله وانت معايا في السنتر. طيب بيقول لك قال عدي بن وادع الازدي، بيقول لك ارى لهوا، بسم الله، بيقول لك أرى لهوا تعرض للفراق وبينا، بين يعني فراق برضو، بينا بعد بين واتفاق، وقومي يعلمون لرب يوم يمكن يوم شددت بما ألم به نطاقي وأدفع عنهم الجرم يعني الجريمة والخطأ فيهم لئيم الجمع بالكلم السلاقي، يعني السلاقي يعني البليغ، يعني أنا بدفع عنهم المصايب، هم بيعملوا المصايب وانا بقف ادافع عنهم. بيفكرك بحاجه دي اسمها العصبيه الجاهليه، بيدافع عن قومه وهم غلطانين. بيقول لك ميز مما يلي دلاله قوله الجرم فيهم في البيت الثالث، الجرم فيهم يعني بيدل على العصبيه القبليه، هم عندهم مشاكل وانا بدافع عنهم برضه، يبقى دوت اسمه العصبيه الجاهليه. ب السمه الاجتماعيه اللي اتسمت بها حياه العرب في البيت الاول، بيقول لك أرى لهوا تعرض للفراق، الفراق يبقى الحل والترحال، كثرة الحل والترحال، حل يعني قعدة وترحال يعني سفر، واخد بالك؟ طيب استنتج من البيت الثالث، ادي 1 2 3، بيقول لك الفن الذي برع فيه العرب مدللا على ما تقول. طب ما هو بيقول لك ادفع عنهم الجرم بالكلام الجميل، يبقى ايه الفن؟ والله هو قول الشعر، والدليل على ذلك بالكلم السلاق. بيقول لك هات الدليل يعني. طيب هات يلا يا عم. بيقول لي بسم الله، بيقول قال عمرو بن مرة العبدي، بيقول إذا ما الظن أكذب في أناس رميت بصدقه ستر الغيوب، يعني أنا لو ظنيت في حد أنا ممكن أصدق الظن ده. طب وقال شاعر آخر ألا إن عين المرء عنوان قلبه، أنا لما أبص لعين واحد كده أعرف قلبه سليم ولا بيشل ضغينة. تخبر عن أسراره شاء أم أبى، يعني هل أراد أو رفض إنه يبين لي اللي جوه قلبه، أنا هبص في عينيه وهعرف على طول هو قلبه بيقول إيه. بيقول لي استنتج من البيتين ما برع فيه العرب في العصر الجاهلي. هم برعوا في حاجتين، علم الأنساب والفراسة. تفتكر واحد بيعرف الناس من عينيها وواحد بيظن في الناس أو بيفكر فيهم، يبقى دوت يا قلبي الفراسة، خلاص؟ لأن الأنساب اللي هو معرفة أهل بعض، الفروسية يعني المقاتلة، الشعر يعني قول الشعر، لا هنا طبعا الفراسة. بيقول لك استنتج من البيتين سمة من سمات اللفظ، مش هبص على البيتين، وسمة من سمات اللفظ هقول سهولة الألفاظ. خلاص خلصانة زي ما أنا قلت لك، أول لما يقول لك السمة ده إجابة ثابتة، شوف هو عاوز السمة في إيه؟ في الألفاظ ولا في المعاني ولا في الأساليب ولا في الخيال؟ اتفقنا؟ طيب يلا نشوف البيت اللي بعده، السؤال رقم 7. بيقول قال متمم بن نويرة، ما تتخضش بقى من أسماء الشعراء، يلا خليك اتعامل بذكاء. وعددت آبائي إلى عرق الثرى، قعدت أشوف شجرة العيلة، قعدت أعد أبويا وجدي وجدي الجدي لحد ما وصلت للعرق لسيدنا آدم، وصلت لآخر حد. فدعوتهم فعلمت أن لم يسمعوا، خلاص مات الله يرحمه. لابد من تلف مصيب فانتظر، بأرض قومك أم بأخرى تصرع، هو أنت هتموت في أرضك ولا في أرض تانية؟ الله أعلم، محدش يعرف. ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنع لا تسمعه، أنت كمان هيجي لك يوم الناس هتعيط عليك وأنت مش هتبقى سامعهم لأن أنت هتموت. ميز مما يلي الطور، يعني إيه الطور؟ يعني المرحلة. أنا قلت لحضرتك كان أول حاجة الوقوف على الأطلال، ثم الوصف، ثم الغرض الرئيسي، ثم الحكمة، قد تختم بالحكم. تفتكر لما واحد بيتكلم كده عن الموت والحياة، هل دي أطلال يعني وصف بيت حبيبته؟ هل وصف الطريق؟ هل اتكلم في فخر ومدح وحاجة؟ لا، ده ديت حكمة. يبقى بيقول لي ميز الطور يعني المرحلة، يبقى هقول والله الختم بالحكمة. بيقول لك استنتج من الابيات المعرفه اللي برع فيها العرب في العصر الجاهلي مدللا على ما تقول. برضه هرجع اقول لك انا حافظ ان اللي برع فيها يا اما العلم بالانساب يا اما الفراسه، وهنا بيقول لك انا اعددت ابائي وعرفت جدودي، يبقى العلم بالانساب، هنا هشيل الفراسه مش مناسبه. طيب يلا بسم الله. السؤال اللي بعده يا قلبي،
8 بيقول قال النابغة الزبياني. خلاص بفضل الله انت كده عرفت ان دوت شاعر جاهلي ومن الناس اللي احنا استبعدناهم مش هندرسهم، بس ده ما يمنعش ان هم بيجوا في الامتحانات وشعراء اقوياء جدا. بيقول نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدى الي غرائب الاشعار. والله الناس ديت بتديني اشعار غريبة جدا. أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني. ايه ده عكاظ ده بيفكرني بايه؟ افتكر سوق عكاظ الاسواق الادبيه. بيقول لك هو انت شفت يوم عكاظ لما شفتني هناك وانا تحت العجاج يعني في المعركه الشعريه فما شققت غباري؟ شفتني وانا واقف كده وبحاربهم بالشعر وهم بيقولوا اصلا كلام غريب لكن انا بقول شعر جامد جدا. فلتأتينك قصائد ولا يدفعن جيش اليك قوادم الاقوار. يا باشا ده احنا بفضل الله نسد قدام اي حد. انا ما فهمتش الابيات مع ان المطلوب منك انك تتعلم مننا في البدايه تسمع من كل اساتذتك. الف بيقول لي استنتج من الابيات سمتين للشعر الجاهلي، صفتين للشعر الجاهلي. من حيث الالفاظ سهوله الالفاظ، خلاص خلصانه سهوله الالفاظ. المعاني هقول والله وضوح المعاني، وممكن اقول الالفاظ استخدام الالفاظ في مواضعها التي وضعت لها. خلاص الثوابت يا جماعه. ايه دلاله كلمه عكاظ؟ هقول سوق او الاسواق الشعريه. خلاص يعقد فيه مباريات بين الشعراء بالشعر. بما يفتخر الشاعر هقول بقى ببلاغته وقوه شعره. ايه الدليل على ذلك؟ لما قال فما شققت غباري او تحت العجاج فما شققت غباري يعني محدش قدر يكسبني او ينتصر عليا في سوق الشعر. طيب قال الفرزدق شاعر اموي مشهور. يا لهوي اموي ده لسه اموي ده مستر اخر حاجه. تعال نشوف. بيقول ما احنا قلنا بقى عصر جاهلي صدر اسلام اموي صح؟ ايه ده عاوز مني اموي؟ ايه ده يا مستر انا كده اتخضيت. يا عم اقرا بس وهتشوف. بيقول لك وهب القصائد لي النوابغ. الناس ادوني القصائد. النوابغ يعني الناس النابغه الناس الجامده اذ مضوا لما ماتوا. ابو يزيد وذو القروح وجرول اهو دول اسماء شعراء. وابن ابي سلمى اللي هو زهير وابنه ابن ابي سلمى اللي هو زهير وابنيه وابن الفريعه حتى جد المقول والجعفري وكان بشر قبله لي من قصائده الكتاب المجمل. يبقى الراجل ده بيقول لك انا اتعلمت من كل الاسماء الجامده دي. طب ايه دلاله ذكر زهير وذو القروح والجعفري فيما يخص الشعر الجاهلي؟ هقول والله كانوا من افضل الشعراء في العصر الجاهلي يدل على براعتهم في قول الشعر. شكرا يا فندم ما تحرمش. شوف ابيات اجابه انت تقدر تستنتجها بنواتج التعلم. طيب يلا نشوف السؤال رقم 10. بسم الله. قال زهير بن ابي سلمى ده الراجل بتاع المعلقات معانا. بيقول امن ام اوفى دمنه لم تكلمي. هل الهمزه دي استفهام. هل من حبيبتي ام اوفى دمنه يعني بقايا ديار لم تكلمي يعني لم تمسح. فين يا عم؟ ايه ده رايح كده يقف على بقايا الديار، رايح يدور على بقايا ديار حبيبته اللي اسمها ام اوفى. فين بتدور عليها؟ فين؟ بحومانه الدراج ده اسم مكان. فالمتثلم انا هدور عليها من هنا لهنا، من حومانه الدراج فالمتثلم. طيب ودار لها بالركمتين كانها مراجع وشم في نواشر معصمي. يعني ده خلاص ده بقايا الديار عامله زي الوشم اللي اتمسح ومش شايفه. تبصر خليلي هل ترى من ضعاء تحملنا بالعلياء من فوق جرثم. ضعاء يعني مسافرات الناس اللي بتسافر. هل انت شايف؟ طب انت دور كده معايا. فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله. ايه البيت اللي طاف حوله؟ الكعبه. رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدين وجدتما. ايه ده؟ مين السيدان؟ يا سلام بص بقى الكلام. زهير دوت اللي هو شاعر السلام اللي قلت لك انه مدح السيدين اللي اصلحوا ما بين عبس وزبيان. فهو بقى هنا اهو ده دخل في الموضوع. بيقول يمين يبقى في الاول بدأ بالوقوف على الاطلال ثم دخل في الموضوع اهو بيمدح الناس. يمينا لنعم السيدان والله احسن رجلين وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده. الانسان عباره عن حاجتين، نصه لسانه والنص الثاني قلبه. فلم يبقى الا صوره اللحم والدم. لا صوره اللحم والدم دي مش مهمه. المهم في الانسان اللي بيحدد مكانته وقدره لسانه وكلامه الطيب وقلبه النظيف مع الناس. خلي بالك
هو كده بيقول لي الى اي مدى يمثل المقطع السابق منهج القصيده الجاهليه؟ منهج القصيده يعني الاطوار. هل الراجل دوت حدد الاطوار فعلا؟ هقول له ايوه، حيث بدأ بالوقوف على الاطلال ثم تكلم في الغرض الرئيسي اللي هو ما بين قوسين المدح. ماشي، المدح يا راجل ممكن نعمل ايه وتعبين نفسنا هنا من بدري. ماشي. ثم تحدث أو ثم ختم قصائده بالحكمة. اتفقنا يا شباب؟ طيب ماشي يا عم. هنا بيقول لي حدد من خلال الابيات سمات الشعر الجاهلي من حيث الموسيقى. يا باشا هقول والله من حيث الموسيقى والخيال هقول الموسيقى مناسبة متوازنة، والخيال هقول له التشابيه طريفة، والاستعارات جميلة. زي ما انا حافظ من فوق يا باشا، السمات ثابتة باختلاف اي بيت. قال الحسين بن الحمام المري بيقول لك وقافية غير إنسية قردت من الشعر أمثالها. ده أنا عملت قافية، قافية ديت اللي هي الأبيات وزن قافية، عملت قافية لا 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 مش إنسان يعملها، ديت جاية بقى من عالم آخر. ده بيطبل لشعره جامد قوي. شرود تلمع بالخافقين إذ أنشدت قيل من قالها. لو اتقالت يسأله هو مين اللي قال النشيد الجامد ده والمعلقة الجامدة دي؟ بما يفتخر الشاعر بجمال قصائده، وعلى ما يدل على براعته في الشعر. اتفقنا يا شباب؟ يلا 12 بسم الله. احنا بنحل مع بعض اكبر كم ممكن من التدريبات علشان ادربك على ابيات الشعر على قد ما نقدر. طرف بن العبد اهو الغلام القتيل اللي مات عنده 26 سنه على ايد عمرو بن هند. ويظهر عيب المرء في الناس بخله. يظهر عيب المرء، ايه اللي بيظهر عيب المرء؟ البخل. ويستروا عنهم جميعا سخاؤه. واللي يخلي الناس ما تاخدش بالهم بعيوبك هو كرمك، ان انت بتوفر اللي حواليك. واوجز يعني اختصر، خلي عندك ايجاز. اذا ما قلت قولا فانه اذا قل قول المرء قل خطأه. كل ما تتكلم قليل كل ما تغلط قليل، تتكلم كتير تغلط كتير. ارى الداء المرض يشفيه الدواء. انا شايف ان لكل مرض علاج، وانني ارى الحمق مرض. الحمق يعني الهبل والسذاجه، مرض ليس يرجى شفاؤه، ملوش علاج. لو واحد عبيط ده يفضل طول عمره عبيط. طيب بيقول لي حدد من البيت الاول السمه اللي بيتسم بها العرب الجاهلي. السمه الصفه يظهر عيبه. يبقى هو لما قال لك السخاء الكرم، فين يا قلبي؟ يلا بينا الكرم. استنتج من البيت الثاني سمه للشعر من حيث الاسلوب. من حيث ايه؟ البيت الثالث واوجز يبقى الاعتماد على الايجاز او اتصف اسلوبهم بالايجاز والاختصار. خلاص زي ما قلل من الكلام، اوجز اذا ما قلت. ماشي، يبقى الاعتماد على الايجاز. طيب يلا نختم بالصفحه ديت يا شباب. 13 قال كعب بن زهير يصف طيور القطا واصواتها. واحد بيوصف صوت الطيور، بيقول يسقين فرخا خفيات تراطنها، يعني صوتها زي تراطن عجم تقرا الصحف. ناس بتقرا الصحف كده بيتكلموا. طيب وقال ايضا اتى العجم والافاق منه قصائد بقين بقاء الوحي في حجر الاصم. هو عاوز ايه؟ بيقول لي استنتج من البيت سمه. اهلا وسهلا، انا مش هقرا الابيات. سمه من سمات الخيال هقول يا باشا التشابيه طريفه والاستعارات جميله. قلبي انا بحط ايدك على الاجابه الصحيحه والدرجه. يلا بيقول لك ميز الاجابه الصحيحه لكل سؤال. بسم الله. بيقول لك قال عروه بن الورد دعيني اطوف في البلاد لعلني افيد غنى فيه لذي الحق محملي. في البيت السابق اشاره الى، بيقول لك دعيني اتطوف يعني اسافر. بيقول لك كثره الاسواق ولا تعدد الديانات ولا اصل القبائل ولا كثره التنقل والترحال؟ اكيد كثره التنقل والترحال. يلا نختم بالسؤال دوت 2. قال زهير بن ابي سلمى دع ذا وعد القول في هرم خير البدايه والسيد الحضر. بيقول لك يظهر في البيت. حلو. اصل قبائل العرب ولا البيئه الاجتماعيه للجاهليين ولا انتشار الديانات السماويه ولا المعارف اللي برع فيها؟ بيقول لك دع ذا وعد القول في هرم خير البداة وسيد الحضر. طيب ماشي بسم الله. هل دوت بيتكلم عن اصل العرب؟ لا،
طب هل بيتكلم عن البيئة الاجتماعية للجاهليين خير البدايات وسيد الحضر ولا انتشار؟ مين هو سيد الحضر؟ سيدنا محمد. خير البدايات يبقى انتشار الديانات السماوية يا جماعة. خلاص ديت الإجابة الصحيحة 100%. طيب أسيب لكم الباقي إن شاء الله تفكروا فيه، وأنا برضه هعمل لكم فيديو كده لحل التدريبات. أشوفكم على خير يا شباب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.